وقبل ما نبدأ بتوزيع الجوائز التكريمية بدنا نتذكر سوا كبار الفنانين ونجوم الوطن العربي يلي تكرموا بمهرجان الزمن الجميل وخسرناهم بآخر سنتين. صحيح غابوا عنا بالجسد بس هن خالدين بأعمالهم ودايما بالبال. تقرير بعنوان خالدون. عاوز أشكر الدكتور هراش على تكريمي بمهرجان الزمن الجميل. أشكر لبنان والشعب اللبناني على حبهم ليا وتكريمهم ليا، والدكتور هراش على محبتهم وتكريمهم لي. في هذه المناسبة الكريمة أحيي الجماهير المحبة والتي أتت دافعها سر الحياة ألا وهي المحبة. إنه دكتور تجميل يجي يعتمد على فكرة الزمن الجميل ويشتغلها، هذا بدل إنه عنده من اللبنانية أكثر مما من الأرمنية. إن شاء الله بيجتمعوا سوا وبيضل الزمن الجميل دائما. شكر كبير 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 كثير من القلب للدكتور هراش حبيب القلب ولكل معاونيه الكرام اللي تعبوا كثير لحتى يقدموا لنا هالحفل. ما فيش فن جيد من غير أخلاق جيدة، لازم الأخلاق، إنما الأمم الأخلاق وما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. اجتماعنا اليوم كفنانين عرب بيؤكد على شيء نحلم به منذ زمن. إذا توحد العرب قامت القومية العربية والدول العربية في اتحاد. يا رب. كثير مبسوطة لأنه عم شوف الناس الكبار والناس الزمن الجميل، ونتشكر أستاذ الدكتور هراش. ولازم نطلب من نعمله وزير الاقتصاد، وزير الثقافة. هحاول بقدر الإمكان إن أنا أعبر عن إحساسي دلوقتي بتقديم الشكر الأول للدكتور هراش، وأقول له ربنا يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك، لأنك أنت أسعدت قلوب ناس بذلوا جهد طول سنوات طويلة علشان يوصلوا إلى لحظة شكرا. ألف شكر للكل أكيد، بس الشكر الكبير مع احترامي لكم للي قائم بهالعمل الجبار يلي هو الدكتور هاتشي. بدي عم بتأثر كثير مع الممثل والفنان. الله يخلي لنا الدكتور هراش وأفكاره وأعماله اللي هو عم بعود، عم بعلق الدولة بيقول لها اعملي هيك. الزمن الجميل اللي أنا عشته منذ بدايتي في الإعلام، أنا بشكر دكتور هراش اللي عمل الفكرة الجميلة دهيا، إنه بيفكر الناس بالزمن الجميل. تبقوا تذكرونا يا جماعة، بركي ما عدتوا شفتونا، وما تنسوا ها 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 الزمن الجميل.